طالع الكاميرا بعد. شو اسمك انت؟ محمد. زي تحب امك ولا ابوك اكثر؟ ابوي. امك ولا ابوك؟ ابوي. الرسول وصى على الام 3 مرات والابو مره، امك ولا ابوك؟ امي استشهدت في الحرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل متابعين، لا يوجد شيء أصعب من فراق الأم الحنينة. هي اللي تضوي، هي كل شيء في حياتنا، فما بالك بطفل ماتت أمه واستشهدت في الحرب، كيف سيواصل حياته؟ بصراحة فيديو مسني شخصيا، أثر فيها كثيرا. الأم هي كل شيء في حياتنا، ما فما حتى شيء ولا حتى بشر في الدنيا هذه يستطيع أن يعوض مكان الأم، والجنة تحت أقدام الأمهات. It's your mom? No. No? الأم اللي حبلت 9 شهور كاملين وعانت قسات باش يجي ونجو نحنا وانتم لهذه الدنيا. أم اللي سهرت وداوت وعطت من صحتها ومن دمها ومن وقتها ومن حياتها الكل الصغيرات هذم. فقدان الأم كارثة حقيقية، لولا أنه ربي سبحانه وتعالى يصبر عباده باش يواصلوا في الحياة هذه لكانت الحياة انتهت مباشرة بعد فقدان أم، بعد موت أم. والطفل هذا استشهد في الحرب كما استشهد آلاف الأمهات في حرب غزة، وأيضا الأطفال ماتوا وبقي أطفال هذوما الحيين من غير أم، من غير سند، من غير العصب والأساس لوجودهم، من غير ركائز هذه الحياة. كيف سيواصل أطفال غزة حياتهم بعد أن فقدوا ليس الأم فقط، فقدوا أيضا الأب، فقدوا الأخت، فقدوا الأخ، فقدوا كل شيء. الأم مدرسة إن أعددتها شعبا قيما. وربي صبر كل بشر على هذه الأرض فقد أمه، وخاصة عندما يكون مجرد طفل صغير مازال يحتاج إلى حنان هذه الأم وإلى أن تكون بجانبه. الأم إذا ماتت كسر المنزل، سقف المنزل سقط. الذي يجمع الأسرة الأم، الذي دائما فيديو أثر فيا شخصيا عن فقدان الأم. الأم هي اللي تجمع العائلة كلها، لا شيء يعوض الأم. ما فماش حتى شخص يستطيع أن يعوض دور الأم، حنان الأم، وجود الأم في حد ذاته هو نعمة عند ربي سبحانه وتعالى. كيفاش نجم أطفال يواصلوا حياتهم وجود الأم؟ هذه هي ابتلاء ربي سبحانه وتعالى. هذا الصبر اللي يعطيه لعباده لا شيء يعوض الأم. تعطي بريق للعائلة الأم. كل مائدة تجد لا يوجد فيها الأم، تجد أن الرونق ذهب، ضياء المنزل ذهب. الأم أحيانا تدخل أنت تبث بأحزانك لأحزانك. الأم هي الضوء الذي ينير حياتنا. إذا انطفأ هذا الضوء أو اختفى أصبحت حياتنا مظلمة، ظلام في ظلام. هذه هي الأم، هذه هي الحنينة، هذه هي المفضلة. تختلف تسمية الأم من دولة إلى أخرى، لكن تبقى هي الأم، هي كل شيء في حياتنا. ربي إن شاء الله يرحم الأمهات الذي استشهدنا في غزة وفي فلسطين. ربي كذلك يرحم جميع أمهات في دول العالم اللي حضر أجلهم وحضرت ساعتهم وماتوا. ربي صبر أولادهم الذين بقوا ليستمروا في هذه الحياة. إحساس قوي جدا ومؤلم في نفس الوقت. ما تنجم يحسوا كان اللي فقد الأم، الباقي ما نجموش نحسوا الإحساس هذا، لأنه حزن دفين في القلب. تشوف الصغيرات الآخرين مع أمهاتهم وأنت لا تملك أم، واستشهدت أمك
في الحرب. إذ لم تجد الأم مت كمدا، هي الوحيدة التي تستمع إليك وتدعو لك في غيابك وفي وجود، هي الأم. المنزل بلا أم منزل من رماد. الأم هي التي تحس بوجعك، بألمك، بحزنك، هي التي ترى دمعتك وتفهمها. لا أحد في هذا العالم، لا زوجتك، لا أختك، لا أصحابك، لا أحد غير الأم تفهم معاناتك بصحيح، بصدق، بدون مبالغة. تتألم عندما تتألم أنت، وتفرح عندما تفرح أنت. هل رأيت وفاء أكثر من هذا في حياتك؟ لن تجده مع أي شخص إلا مع أم. الذي تجمع الأم، التي تؤلف القلوب الأم، توحد الصفوف الأم، التي تجعلك تشتاق للمنزل الأم. الأم عظيمة، مدرسة لا شيء عوض. أم رسالة للجيل الجديد، وليدات تظن مازالوا ما فاهمين حتى شيء، اللي ما يعرفوش قداش تعبت الأم وشقت على جيلهم. بوس يد ورجل أمك يوميا، وهذا قليل، واعرف قيمتها وما تعبهاش. وربي يهدي الناس الكل. فما قصة نحبها برشا شخصين حصلت في زمن عمر أمير المؤمنين. جاه رجل وقال له: يا عمر، أني هزيت أمي على كتافي إلى الحج 60 يوم، 60 يوم بقاهم باش وصل أمه إلى المدينة المنورة إلى الحج، وتركها تقضي حاجتها على ظهره، يوكل فيها ويشرب فيها ويعتني بها. قال له: يا عمر، هل استوفيت حق أمي؟ ايش جابوا سيدنا عمر؟ قالوا له: عملت هذا الكل ما يجيش في صرخة من صرخات أمك وهي تليدك، باش تعرفوا الناس الكل قيمة الأم وقداش تعبت الأم وضحات على جيلنا وعلى جيل الناس الكل. ربي إن شاء الله يطول في أعمار كل الأمهات ويرحم كل الأمهات اللي توفاوا أو استشهدوا.